مولود جوا منطقة الجزاء، كمن ولد في الاستوديو التحليلي أحمد راضي في داخل الجزاء هو أيضا كذلك. يونس محمود أمامنا، أمام حارس كبير هو الحبسي. يونس بترقب، هل تكون نظرة فلقاء فابتسامة ففرحة عراقية بهدف التعادل؟ ننتظر ونترقب. هنا الدعوات التي تأتي أمامنا الآن وبنظرات يافعة ونظرات كبيرة للكبار أيضا. يونس محمود وأمام الكبير الحبسي، يونس يتقدم، يا سلام يا سلام، يا أجملك يا يونس يا محمود، ما أجملك يا يونس يا محمود. وهذه تذكرنا بلقطة زيدان وبوفون مونديال 2006 بالافتتاح، ما لها إلا هذه الذكرى بنفس الطريقة. حارس كبير ولاعب كبير ويضعها بسقف المرمى، ويا برودك ويا جنونك، يا برودك ويا جنونك. ولكن لما قلنا يا جماعة بأنه مولود داخل منطقة الجزاء، يونس محمود بيحاول أمور البحرين يأثر عليه بالصافرات. وحكيم شاكر مدرب منتخب العراق، التعادل 2-2 في رابع ضربة. يونس محمود، رابع ضربة يونس محمود. يونس محمود، يا قلبك يا أخي، يا قلبك يا أخي، يا المراوح اللي على قلبك يا أخي، يا هدوءك يا أخي. بهدوء وثقة وتأني أقدام يونس محمود تغني وتعزف لحن عراقي فريد في لقطات الترجيح. ما يعمل دي إلا واحد عنده رصيد، لأن لو ضاعت يا يونس والله لو أي لعيب كرة لعبة زي دي ممكن تخلص عليه. يونس لعبها قوي يا يونس. يونس العب قوي يا يونس. يونس يلا يا يونس، قدم يونس، قدام، جول. لعبها كلمة معتادة ليلعب ركلات الجزاء، لكن بعض الأحيان تخوف ويسجل منها هدف التقدم لفريق نادي أربيل بالدقيقة 64 من عمر المباراة. يعود يونس محمود ليسجل هدف التقدم الثاني لأربيل من ركلة جزاء. يعني مسيطر ويلعبها بذكاء على يسار الحارس كوربونوف. 2 أربيل 1 أهل تركمانستان. محمد مبارك وفي لحظة وترقب يونس محمود، هذه وين هذه وين هذه جول. عاد ويعود يونس محمود ورقصة فرح له، ويا سلام على طريقة زيزو وعلى طريقة الكبار، وهو واحد من الكبار. خمسة صعبة جدا. يونس محمود، يونس محمود، 4 إيران 3 العراق. الصورة معكم واضحة. آخر جولة في السلسلة الأولى يشارك التسجيل إن شاء الله، إن شاء الله. يونس محمود، علي رضا حقيقي. يمشي يونس محمود، يونس محمود، يا كبير، يا بانينكا، يا خطير، يا مثير، يا جميل، يا رهيب. سجل هدف للتاريخ وسجل بينالتي للتاريخ. هذه قوة السفاح يونس محمود. يونس محمود اللي ما عندوش فريق، اللي ما يلعبش في نادي، اللي يتدرب وحده ويعطي للعراق لما ينادي.